يا جماعة النهاردة 27/12 صح؟ 2023. في كتير في الوقت ده وفي اليوم ده يقول لك أنا المسك عندي مش مظهر. ما أنت عشان سايب الجنايني شغال فيه طخ 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 بقصهولك كأنه شجر سور. احنا بنقول دايما النبات اللي بيظهر التزهير ده هو ابن الزرعة. زي ما أنت بتتجوز وبتخلف، بتتجوز لما يكون عندك خصوبة، فالتزهير ده هو ابن مين؟ ابن النبات. خلاص. هل في واحد بيتجوز وهو ما عندوش خصوبة؟ يعني اجيب طفل 10 سنين واقول له يلا اتجوز؟ مش هينفع طبعا. خلاص، ما بلغش سن الخصوبة. النبات نفس القصة، النبات نفس الحدوتة. البرعم ده اللي انت شايفه ده او الطراح ده او الشمراخ ده ايا كان اسمه، بيتكون عشان يوصل ان المسك عندي يظهر بالطريقة دي. لازم يكون عدى عليه على الاقل شهر ونص الى 3 شهور في النمو بتاعه. لما يكون لسه طالع البرعم ده او الطراح ده او الفرع ده ايا كان مسماه، ويجي الجنايني اول ما يطلع يروح تك يروح على الصولي، يجي هنا تك يروح على الصولي، تك كل ما يطلع يروح على الصولي. عمر الطراح ما هيوصل لسن الخصوبة. ادي الموضوع بكل بساطة. فتمسك الفل، الورد، كل النباتات العطرية اللي بتدي ريحة او نباتات ذات الشكل الجمالي اللي بتدي زهور ليها وقت معين في تأليمها. ما يبقاش الجناين اللي عندك شغال رايح جاي تك 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 تك. هيحرمك انك تشم ريحة الفل عندك في الجنينة، هيحرمك انك تشم ريحة المسك عندك في الجنينة، هيحرمك انك تشوف الورد مزهر عندك اصلا في الجنينة. ليه؟ لانه بيشيل الفرع او الطراح الحامل للخصوبة. بس دي كل قصة. حتى لو انت بتغذي، حتى لو انت بتغذي كويس، ما الطراح او الفرع الحامل للخصوبه هو ما بيخليهوش، بيجي تك يروح شايله، يطلع غيره على ما يكبر ويبقى حامل الخصوبه عشان يديك التزهير، يروح برضه شايله، وهكذا. خلي بالنا يا جماعه مين الجزئيه دي دايما.